رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. كل يوم أكلة جديدة من بلد جديد. حذروا احنا فين النهاردة وبنفطر ايه. المكونات اللي معانا ايه؟ راس خروف، ومعانا احشاء خروف وكوارع وحاجات حلوة جدا 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 هتعجبكم. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. الحاجات اللي معانا حاجات محتاجة توابل كتير جدا. عندنا ملح، وعندنا بودرة ثوم، وعندنا كمان هنا لومي، وعندنا كمان قرفة، وهنا فلفل أبيض حلو، وهنا رند، وهنا بودرة جنزبيل، وهنا حبهان وخل وملح وفلفل. التوابل دي مهمة جدا في الطبق اللي هو معانا. رحت بقى النهاردة السوق، بصوا لقيت ايه، لسه كان فريش وطازة، بس للأسف هو عاوز تنظيف. يا رب ألحق ان انا اعمله وانضفه قبل الفطار ان شاء الله. وبقية الحاجات، وطبعا الكوارع والحاجات دي كلها كله عاوز تنظيف. عشان ننضفه ونعمله هوريكم ازاي. طبعا الاكله دي محتاجه بصل كتير ومحتاجه ليمون. وانا هنا بحب ان انا ايه اجيب برتقان، شرايح برتقان وشرايح ليمون كده، علشان انا بعمل طريقه انضف بيها الراس دي. اول حاجه لازم على سخان كده هوت نحطها على النار، اسمها نشحوطها ولا نشيطها، نشيل الشعر اللي منها والحاجات دي كلها. جو كويس جدا جدا، حاسبوا على ايديكم. وبعدين باخدها اغسلها كويس جدا 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 لغايه ما تبقى بتبرق وجميله كده اهوت. بس هي لسه فيها ريحه. هوريكم الخطوه الجايه، ونفس الموضوع هنعمله في الكوارع دي. شوفوا لونها ايه. بعد ما نعمل نفس الموضوع ونغسلها هتبقى كده اهوت. قولوا ما شاء الله، قولوا ما شاء الله. تمام ما شاء الله، يعني كوارع كبيره وحلوه. هما ثلاثه ليه؟ الرابع راح فين؟ الراجل ضحك عليا. ماشي. ورمضان هنجيب طبق كده هوت ونحط فيه ميه. انا بقطع شرايح برتقان وشرايح ليمون، وبعدين احط ليمون كمان، ونحط شويه خل علشان الخلطه اللي بنعملها دي، مع حبه ملح. الخلطه اللي بنعملها دي بنحط فيها الراس والرجلين والحاجات دي كلها، ننقعها كده هوت لمده ساعتين ثلاثه كده او طول الليل مش اشكال. ونشيلها بعد كده هوت ونصفيها. بتودي الزفاره وبتودي الريح. هجيب بقى بصلايه واقطعها، واحط ميه في الحله، ونقطع البصل ونحطه، ونحط بعد كده بقيه التوابل. نكمل. ما تحطوش بصل ليه، نحط بصل كتير مش اشكال. نجيب شويه حبهان، فصين ثلاثه كده هوت ونحطهم، ونحط شويه بودره ثوم، ونحط هنا هوت ورقه رند او اللورة. انا مش عارفه هما في البلد دي اللي انا بعمل اكل منها النهارده بيسموه ايه. ودوت فلفل حب حلو. وكمان نحط هنا هوت عود قرفة، ما تكتروش، كفاية عود واحد بس. تمام كده. طيب هنحط ايه كمان؟ هنحط هنا لومي، لومي ليمون ناشف، وادي بودرة جنزبيل. كل الحاجات دي كلها، وطبعا ما ننساش الملح. كل دول ونقلب كويس قوي في الحلة، ونحط بقى ايه الحاجات اللي احنا، الراس مع الرجلين. انا كنت عامله شويه كرشه كده هوت وحشياها بحشوه رز كده هوت جميله، وقفلاها في التلاجة هحطها معاهم. وشويه ممبار اللي هي المصران كنت حطاهم رز، نخليها تغلي على النار شويه كده ونبص عليها. اول ما يطلع الريم دوت اللي من فوق نشيله كده هوت، علشان ده كده بيشيل الزفاره كلها. خلاص كده هوت. ونقفلها ونسيبها بقى ايه 3 4 5 ساعات كده لغايه ما تاخد وتدي مع بعضها كويس جدا. ونيجي بقى وقت فتح الحله، ما شاء الله الله اكبر. شايفين بقت عامله ازاي؟ الله اكبر. نجيب بقى طبق التقديم، ونجيب الخبز التنور. واخدين بالكم خبز التنور؟ ونقطعه كده حتت صغيرة ونحطه في الطبق من تحت. نحط شوية كده كتار خبز التنور، لو كنتوا لسه جايبينه جاهز وسخن وجميل يبقى أحلى. ونجيب بقى ايه شوية الشوربة اللي هي طالعة من الحلة اللي فيها الراس والرجلين والحاجات دي كلها، ونحطها على الخبز التنور. يعني نخليه يبقى طري ونحط عليه من فوق بالتوابل بتاعته بكل حاجة. مش اشكال، بالعكس هتبقى نخلي الخبز التنور طري ويبقى حلو وقت الاكل. تمام. يلا نشوف بقى ايه. تمام تمام تمام. نشوف بقى ايه الحاجات نوضبها على الطبق ازاي. بعد ما الخبز بقى طري، نجيب بقى هنا كوارع، وادي الممبار، وادي الكرشه. لا دي الرجلين اهي، الاقدام. وادي الكرشه اللي احنا فيها معموله فيها رز وخيطناها، وبعدين ايه سلقناها مع المجموعه كلها. وبعدين نيجي بقى ايه
ادي ممبار كمان، ما عملتش كتير، عملت 3 لانهم بتقطعوا الكرش كده زي منديل كده وتحشوا. وادي الجريمه اهي، تعالى من لسانك اهو، اصل لسانه طويل. ونحطه بقى كده هنا. ما شاء الله، مش عارفه اقول لكم ازاي اللحمه بتدوب، بتقع بتقع بتقع. وادي ممبار كمان اهو. ونحط بقى ايه، طعمه يجنن، الشكل طبعا يجنن يجنن يجنن. الاكله دي بتتاكل كده اهوت، لا هنقول معلقه ولا شوكه ولا هنقول سكينه، هي كده بالايد. ولازم تبقي جعانه قوي عشان تقدروا تستمتعوا بيها. يا سلام بقى على رشه الليمون من فوق، وتاكلوها مع بصل او بصل اخضر، تبقى تجنن. الواحد بياكل فيها كده وينسى الدنيا واحلامها. ايه رايكم؟ تفتكروا الطبق اسمه ايه؟ اكو سؤال، الطبق اسمه ايه ومن اي بلد؟ شويه الشوربه الاخرانيين دول عشان بتدي طعم وشكل حلو، والبصل نزوقه من فوق زي كده. واحلى سفرة رمضان، انا النهارده كنت في البلد الجميل ده قوي قوي، البلد العريق، البلد العريق الجميل قوي ده. ما قدرتوش تعرفوا احنا فين؟ على فكرة البلد دي فيها طبق تاني قوي مشهور حلو قوي، اسمه السمك المسكوف، وعندهم ضلمة جميلة. ايه رأيكم؟ يلا بقى بينا ناخد الطبق الحلو ده ونروح على ترابيزة المطبخ عشان نشوف الفطار. ما شاء الله ما شاء الله. هروح دلوقتي ايه، اجيب من الحلة اغرف سلطانية كده بتاعة شوربة، وابتدي اكل، بس لسه الأذان ما ادنش. الله اكبر الله اكبر، الله اكبر الله اكبر. فطرنا فين النهارده يا ترى؟ عرفتوا الطبخه ايه؟ اكتبوا لي في الكومنت. يلا بالهنا والشفا، اشوفكم في اكله جديده وفي يوم جديد. باي باي.